من جوه جناح فورد ومن جوه الجميله فورد فيوجن معانا استاذ طارق مصطفى مدير الماركتنج لعبد اللطيف جميل في فورد في مصر. استاذ طارق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. حابب اعرف النهارده ايه فيوجن في مصر؟ الحقيقه العربيه فيوجن لاول مره بتتقدم في مصر، ويمكن دي عربيه احنا كتوكيل كان عندنا حرص كبير جدا وشغف كبير جدا ان احنا نقدمها للسوق المصري، لان العربيه الحقيقه كانت محققه نجاح هايل جدا في دول الخليج، لانها كانت بتنزل يمكن نزلت قبل مننا قبل ما تنزل في السوق المصري بسنتين او 3، لكن بانجنز كانت اعلى شويه 2000 فما فوق بالظبط. الحقيقه لحسن حظنا ويمكن من المفاجآت اللي بتقدمها فورد في سنه 2015 للكاستمرز في السوق المصري، انه يبقى عندنا فورد فيوجن بتتقدم في نفس التوقيت اللي بتتقدم فيه في اوروبا كمان بموتور جديد اللي هو ال 1.5 ال 160 هورس باور. ثانيه واحده بقى حضرتك، انا عايز اعرف ازاي 160 هورس باور من 1500؟ الحقيقه فورد من اكبر واعرق الشركات اللي بتشتغل دايما على الR&D او التطوير والابحاث، وخصوصا في مجال التكنولوجي ومجال تطوير المحركات. الموتور الجديد اللي هو ال 1500 نزل بتكنولوجي جديده اسمها الايكو بوست. الايكو بوست ده عباره عن مواتير تربو، الكونفرشن ريشيو ما بتبقاش عاليه قوي عشان تناسب كل الكواليتي بتاع الفول او البنزين يعني في كل دول العالم، لكن الميزه الحقيقيه بتاعتها انها بتعمل بيرفورمانس قوي جدا للانجن، وفي نفس الوقت بتدي توفير في استهلاك البنزين، مع ان البرفورمانس بتاعها زي ما قلت لك هو بيبقى 1500 و160 حصان. الحاجه الثالثه والمهمه جدا انها بتقلل كتير قوي في الانبعاثات او العادم اللي خارج من العربيه واللي بيضر بالبيئه بشكل او باخر، اللي هو دوت المتطلبات السوق الاوروبي على الاقل. طبعا معنى كده في النقطة اللي قبلها ان احنا هنشوف العربية ديت ان هو ببنزين 92 دوت المهم للمستهلك المصري. دي حاجة من النقط المهمة جدا، كويس انك انت اثرتها. العربية الفيوجن هتبقى مناسبة للفول بتاع مصر، وهتبقى مناسبة للجريد بتاع 92 كبنزين 92، واعتقد انها مش هتقابل اي مشاكل من اي نوع في بنزين 92. ده ريكومندد من التوكيل. بالظبط كده بالظبط. طيب هايل جدا. هل الموتور ال 1500 مناسب لوزن العربية ولا انا حاسه صغير شوية؟ لا، زي ما قلت لك هو ممكن يكون السعة اللترية للموتور تبان انها صغيرة، لكن التكنولوجي اللي موجوده في المواتير، وده يمكن الترند اللي موجود في العالم دلوقتي، مش بس فورد اللي بتعمله، لقيناه في شركات تانية قبل كده كتير، سواء الاوروبيه او اليابانيه او حتى الكوريه، دلوقتي بيلجأوا لموضوع التربو انجنز، او الموضوع انه يبقى الكومبريشن ريشيو عالي فيدي هورس باور اعلى على انجنز كلها السعه اللتريه بتاعتها صغيره. طبعا الفورد فيوجن السسبنشن بتاعها سسبنشن مختلف، العربية مريحة جدا، فيها عديد جدا من وسائل الكنترول بتاع التعليق، بيخلي دايما اللي قاعد ورا او حتى السواق قاعد بمنتهى السلاسة، بياخد المطبات او بيمشي بسرعة بمنتهى السلاسة. حقيقي انا شايف ورا 3 مقصات في العفشة. ده حقيقي فعلا، ويمكن ده من واحده من الابتكارات، او من زي انا بسميها دايما، او هم حتى بيسموها بره فورد سيجنتشرز، حاجات هم دايما بيضيفوها على العربيات، خصوصا في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها ديت. العربيه بتبتدي من اول 245,000. دي ليها منافسين كتير جدا هنا. طبعا، فاعتقد انه عربيه في الفئه السعريه ديت وفيها السيجنتشرز دي او الاضافات الجديده اللي يمكن مش هنلاقيها في عربيات تانية. زي ما حضرتك قلت، السوق فيه منافسين كتير جدا في الفئة اللي بنتكلم فيها ديت، لكن الحمد لله اعتقد ان فورد فيوجن الكاستمر او الزبون المصري هيلاقي فيها فيتشرز يمكن مش هيلاقيها في عربيات تانية من نفس الفئة. متشكر جدا استاذ طارق، وسعيد جدا ان انا قابلتك النهارده جوه الفيوجن، وهستنى منك دعوه للتست درايف بتاع العربيه، او ناين موتور هيعمل اول تست درايف ليها في مصر ان شاء الله. الله يا فندم، يشرفنا طبعا، اكيد يشرفنا. شكرا جزيلا ليك. شكرا.